iOS 26.2 دلوقتي بقى متاح على جميع الأجهزة اللي بتدعمه، ولو أنت متابع التحديثات iOS عموما هتعرف إن الإصدارات بتاعة النقطة الواحدة اللي هي زي مثلا 26.1 غالبا بتكون مجرد تحسينات، لكن إصدارات النقاط الزوجية زي التحديث اللي احنا هنشوفه دلوقتي ده بيجوا عادة ومعاهم شوية مميزات جديدة، وأكيد التحديث ده مش استثناء لأنه جاي بكمية تحديثات حلوة جدا. في الفيديو القصير ده هوريك أهم المميزات اللي أنا شايفها من وجهة نظري إنها تستحق فعلا إنها تتجرب. أول ميزة الحقيقة عجبتني جدا وهي الأرجنت ريمايندرز او التذكيرات العاجله. ابل ضافت ميزه جديده جامده جدا لتطبيق الريمايندر. دلوقتي لما بتعمل نيو ريمايندر او خلينا نقول تذكره جديده هتلاقي زرار جديد جاي في جزء التاريخ والوقت اسمه urgent او عاجل. لما بتشغله هيجبرك ان انت تختار تاريخ ووقت التذكير، والفرق بقى ان لما بيجي وقت التذكير فعلا مش هيطلع مجرد اشعار عادي على الشاشه، لا ده هيشغل انذار بصوت زي اي منبه، زي منبه الصبح اللي انت بتشغله. وممكن تكمل المهمة من شاشة الإنذار مباشرة أو تدوس ستوب لو محتاج وقت كمان. ولو عملت كده المهمة هتظهر لك زي لايف اكتيفيتي عشان تفضل فاكرها وتكملها. الميزة دي أكيد مش هتستخدمها مع كل المهام اللي في قائمة التذكيرات، بس ممتازة جدا للمهام اللي لازم تتعمل في وقت معين.